حاجه رغم ان طول اليوم مشغول. لو انت كمان كده فتعالى اقول لك ليه، لاني عرفت السبب. ده لاننا بنكون وقعنا في فخ الانتاجيه الزائفه اللي بتقيس الانجاز بعدد المهام مش بقيمتها. في الفيديو ده انا مش هقول لك ازاي تشتغل، بالعكس هقول لك ازاي تشتغل ببطء لكن بعمق. واهلا بيك النهارده في عالم الانتاجيه البطيئه. اولا الانتاجيه البطيئه دي هي ثوره ناعمه على ثقافه الضغط والارهاق المستمر. هي طريقه بتقول خلي كل مهمه تاخد وقتك، اختار الاولويات اللي بتصلحك وابدا عيش شغلك بدل ما تهرب منه. الفكره هنا مش انك تشتغل اقل عشان ترتاح، لكن انك تشتغل اذكى عشان تعيش. هنري فورد شبهها بالموجه المضاده للهواء، بيقول ان العقل البشري بيبدع في الهدوء مش في وسط الزحمه. لو رجعنا بالزمن شويه لان العباقره كانوا بيشتغلوا ببطء. داروين كان بيكتب صفحه واحده في اليوم، دافنشي خلص الموناليزا في سنين، كانت كل لمسه محسوبه. في المقابل احنا النهارده عايشين في سباق يومي، كل دقيقه فيها نوتيفيكيشن، كل ساعه فيها 10 مهام. بس هل ده بيوصلنا ولا بيستهلكنا؟ كتر المهام بيخلينا نشتغل كتير وننجز قليل. طيب خلونا ان احنا بقينا بننتج ببطء، عارفين ده هيفيدنا في ايه؟ اول حاجه هيقلل التوتر العصبي والكورتيزول ليفل. لما تهدى جسمك بيبدا يرجع لوضعه الطبيعي، الابداع بيتفتح والتركيز بيرجع. تاني حاجه بيخلي قراراتك اذكى. في دراسه من جامعه ستانفورد بتقول ان البطء الواعي بيحسن من اتخاذ جوده القرار بنسبه 25%. كمان يبني علاقه حب بينك وبين شغلك، مش مجرد سباق، الرحله فيها استمتاع وتقدير لكل خطوه. حلو، اقتنعنا بالانتاجيه البطيئه، عايزين بقى نعرف ازاي نطبقها عملي. اول حاجه هنقلل عدد المهام اليوميه، نختار واحده او اتنين تكون مهمه حقيقيه كل يوم. اوعى خالص تملى اليوم بالمهام الصغيره عشان تحس بالانجاز الوقت. تاني حاجه هنعمل وقت للتركيز العميق، خد ساعه كل يوم ما فيهاش موبايل ولا ايميلات ولا تشتيت، اشتغل فيها على اهم حاجه في يوم. ثلاثه خليك موجود، يعني لما تشتغل اشتغل ولما ترتاح ارتاح، واوعى تعيش اللحظه اللي جايه انت اصلا لسه ما عشتش اللحظه اللي انت فيها. رابع حاجه ابني نظامك الخاص، مفيش نظام واحد بيناسب الكل، انت محتاج تعرف جسمك وقتك وطاقتك وتبني روتينك الخاص بيك اللي بيناسبك. رقم خمسه انك لازم تفهم ان الانتاجيه مش بس شغل، الانتاجيه الحقيقيه عمرها ما كانت في المكتب او على اللابتوب، لكن هي كمان انك تاخد وقتك في الاكل، في المشي، في الحديث، في التامل. حياه مش ماراثون شغل، هي لحظات إدراك. بالدليل موظف بيجاوب على 100 إيميل في اليوم بس كلهم ردود سطحية. في المقابل موظف تاني بيرد على 10 لكن ردوده بتقفل المشاكل وبتبني ثقة. ولو وصلتوا معايا للنقطة دي من الفيديو طبعا مش هنسى الهدية بتاعتي، هي أداة مساعدة لجدول الإنتاجية العميق. نعمل جدول بسيط ونقسمه ل4 خانات، مهمة واحدة أساسية، وقت للتركيز العميق وراحة بدون تليفون، ووقت للتفكير والمراجعة اليومية. 3 ساعات إنتاجية حقيقية في اليوم تنهيك عن 10 ساعات من الشغل المطلوب. واحنا في عالم بيقيس النجاح بعدد النقرات والمهام، انت هتكون الشخص اللي بيقيسه بالمعنى وبالتركيز وبالنية. وبطل تجري عشان تكمل السباق وابدأ امشي عشان توصل فعلا. خطوة جديدة، درس جديد، واحنا دايما مع بعض في رحلة المعرفة.